ازيكم؟ انا دكتوره سمر طوقان، اخصائي الجلديه والتجميل والليزر. النهارده هكلمكم على موضوع فيري كومن الناس بتشتكي منه، هي الاكزيما الدهنيه مع دخله الشتاء. دي طبعا بتبقى مرض جيناتيك، بيبقى مولودين بيه، بيجي في الصغيرين وبيجي في الكبار. اشهر طبعا حاجه بيميز المرض ده ان هم بيبقى عندهم قشره جامده قوي في الشعر، وساعات بتبقى لازقه كمان وعامله بلاكات كده فيها هرش شويه، ممكن تبقى محمره شويه. بتيجي اكتر في الاماكن الدهنيه زي منطقه التي زون عند المناخير، ممكن تيجي في الايلاد الجفون، او في الحواجب، او في الودان، او حتى ورا الودان شويه وفي الابر شاست. مهم ان احنا مع دخله الشتاء مهم قوي ان احنا نعتمد شامبو ضد القشره. الانتي داندرف شامبو ده يبقى اساسي روتين للناس دي، ومعاها طبعا المرطبات مهمه جدا. ولكن لو الموضوع كان اجريسيف وكده، لا، بنحتاج ان احنا نراجع دكتور الجلديه عشان نزود شويه كريمات كده بتساعد معانا ان نعدي الفتره دي في سلام كده. بشكركم، وان شاء الله اشوفكم في موضوعات طبيه جديده مع كلينيك دو.